هنتكلم النهاردة عن فنان من الفنانين المظاليم اللي مخدوش حقهم إعلاميا رغم دمه الخفيف. فنان جميل لكن للأسف من الممثلين اللي حظهم قليل هو الفنان الجميل فاروق يوسف. طبعا كلنا عارفينه في دور زرزور في فيلم أنكل زيزو حبيبي اللي كان بيقول فيها شكلك يا عم مبلولي. اسمه بالكامل فاروق محمد يوسف، من مواليد محافظة بورسعيد في شهر مارس عام 1943. عشق الفن وهو طفل وكان حلم حياته إنه يكون ممثل مشهور، وبعد ما خلص ثانوية عامة قرر إنه يترك محافظة بورسعيد ويستقر في القاهرة. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومن هناك وقف على خشبة المسرح وهو كان طالب في المعهد. وفي فترة دراسته في المعهد عبد الحليم حافظ كان بيبحث عن نجوم شباب في المعهد علشان يشاركوه في فيلمه الجديد أبي فوق الشجرة، فاختار فاروق يوسف من ضمن الطلبة اللي اختارهم. ومن المعهد طلع طبعا مع عبد الحليم حافظ في أغنية قاضي البلاش، وبعد كده شارك في عدد كبير من الأفلام منهم فيلم الأبطال مع أحمد رمزي، فيلم شلة المراهقين مع أحمد رمزي وميرفت أمين، فيلم شياطين للأبد مع عادل إمام. ومن أهم أفلامه اللي تركت بصمة عند الجمهور كان دور زرزور في فيلم أنكل زيزو حبيب. بالرغم من إن كان الدور صعب جدا، الدور جعله في قائمة الفنانين الذين يمتلكون قدرات فنية عالية، وده كان رأي النقاد في فاروق يوسف لأنه كان دور صعب جدا. فاروق يوسف مش مجرد بس كوميديان، لكن عنده قدرات فنية رهيبة، ممثل متمكن بجد في جميع الأدوار. بس للأسف ما خدش حقه زي فنانين كتير زي إبراهيم الشرقاوي وزي طارق الدسوقي وزي محمود مسعود وشريف صبري وغيرهم من الفنانين. عمل أعمال سينمائية زي فيلم الجلسة السرية، الراجل ضد القانون، القطار، العربجي، وعلي بيه مظهر، 40 حرامي، وغيرهم من الأعمال السينمائية. شارك في عدة أعمال مسرحية زي مسرحية حالة طوارئ، مجنون ليلى، وغيرهم من المسرحيات. وشارك في عدة من المسلسلات منها الدكتور نعمان، ألف ليلة وليلة، صابر يا عم صابر، محمد رسول الله، أيام عصر الفرسان، بوابة الحلواني، وغيرهم. شارك في أكتر من 140 عمل فني ما بينها مسرح وتلفزيون وسينما، وكان آخر أعماله مسلسل القضاء في الإسلام سنة 2001. بالنسبة لحياته الشخصية، الفنان فاروق يوسف ارتبط فاطمة التبعي، وطبعا فاطمة التبعي كانت جميلة جدا في فترة الثمانينات، وفعلا حبوا بعض وحصل ما بينهم ارتباط وخطوبة، وقعدوا فترة مخطوبين لكن لم يتم الجواز وانفصلوا عن بعض. اتجوز مرة واحدة من خارج الوسط الفني ومعاه بنتين منال وإيمي. بالنسبة للحظات الأخيرة في حياة الفنان فاروق يوسف والسبب وفاته، كان عنده تصوير في صوت القاهرة، كانت عربيته عطلانة فاتصل بصديقه الفنان محمد جبريل، قال له تعالى وصلني عند كوبري غمرة وبعدها هاخد تاكس وأكمل مشواري. فعلا محمد جبريل راح له بالعربية وأخد فاروق يوسف ووصله عند كوبري غمرة ولف ورجع. ففاروق يوسف ماشي على كوبري غمرة راحت عربية خبطاه، وكان السواق عديم الضمير بدل ما يقف يشوف الحالة خبطه وجري بعربيته علشان محدش يشوف، فالعربية سحلت فاروق يوسف على الكوبري فحصل له كسر في الساقين ورشح دم على الرئة. تم نقله للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة يوم 21 ديسمبر 2004 عن عمر ينهز 61 عام. للأسف الشديد أفلت من تسبب في هذا الحادث من العقاب، لأن السائق لم يعثر عليه حتى الآن. رحم الله الفنان فاروق يوسف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة.